امبارح في خبرين نزلوا عن جون ادوارد وعن نادي الزمالك. اول خبر ان نادي الزمالك مهدد بالافلاس وي 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 وي. يا جدعان الزمالك هيخرج من كل كبوة، ولكن ليه بالتحديد وقت ما هو بيحاول يقف على رجليه بيقع؟ طيب اسألوا نفسكم السؤال ده. تاني سؤال، تعالوا نقرا الخبر ده ونقرا الخبر اللي نزل بعديه على طول. تعالوا نشوف. أول خبر بيقول: من الوارد أن لا نرى جون إدوارد على رأس إدارة الكرة بالزمالك، والمجلس يدرس إنهاء التجربة. يعني دلوقتي اون سبورت بتقول إن المجلس هو اللي عايز يمشي جون إدوارد. ليه حضرتك يمشي جون إدوارد؟ ما المشروع ماشي زي الفل بالنسبة لي، والزمالك لسه بيبني وبيجدد فرقة وبيجدد لعيبة وبيجيب لعيبة ولسه هيجيب، بس عنده أزمة مستحقات مالية. يبقى المجلس هو اللي عايز يمشي جون ادوارد ولا العكس؟ بعديها على طول مفيش بساعات ينزل الخبر التاني: الزمالك يؤكد على استمرار جون ادوارد في منصبه كمدير رياضي، ولا نية لإنهاء تجربته أساسا، ولا أساس من الصحة لما تردد في هذا الشأن. الحقيقة بقى إن جون ادوارد نفسه، يعني نادي الزمالك مش عايز يمشيه ولا مشاه ولا أنهى التجربة خالص. لا، الحقيقة إن جون ادوارد نفسه هو اللي عايز ينهي التجربة. هتقول لي ليه؟ طيب ما الراجل هقول لك حلو. الراجل قدامه عواقب كبيرة، أولها المال، الفلوس. ما هو جون ادوارد مش هيجيب لعيبة واللعيبة ما تاخدش فلوسها ويطلع هو الصغير قدام الناس. يبقى لو سمحت، لما جون ادوارد يتعاقد مع حد، حضراتكم كمجلس إدارة محترمين حاولوا تنفذوا الوعود اللي الراجل حطها بناء عليكم انتوا، مش بناء على حد تاني، بناء عليكم انتوا. حط الشروط والقواعد ان قال لكم مثلا هتدفعوا قد ايه، طب هندفع كذا، طب خلاص انا همشي بالتارجت ده مع ده. يعني لما راح جاب خوان الفينا، ولا راح جاب احمد ربيع، ولا راح جاب احمد شريف، ولا راح جاب مش عارف مين، الاسامي اللي هو جابها، الاسامي وشيكو بنزا، حضراتكم ليه مش ملتزمين بالدفع مع الناس؟ وراكوا ايه؟ انت داخل هتقول لي معلش النادي فيه ديون والارض ومش حلو. قبل الارض هو انتوا مش عارفين ان انتوا داخلين على مشاكل كبيره؟ عارفين طبعا. انتوا مش عاملين مصادر دخل للنادي، المفروض تكونوا عاملين. مش عاملين دراسه جدول اللي انتوا رايحين له وشايفينه، والمصايب الكبيره اللي انتوا شايفينها المفروض ان انتوا شايفين. فما تقوليش الدنيا في ازمه. انا مش عايز اسمع الكلمه دي. والله لسبب، انا دلوقتي دخلت انتخابات نادي وانا عارف ان النادي دوت عليه ديون كبيره بسبب ادارات معينه لا داعي لذكر اسمها نهائيا. يبقى المفروض عليا اني احل الكلام ده. مش المفروض بقى ان انا اقعد اسمع والله احنا مش لاقيين النهارده، احنا بندور على راعي. طب المفروض حضرتك تكون مجهز حوالي مثلا 20 راعي. مش مشكله الناس، مش مشكله الجمهور، مش مشكله الناس اللي شغاله في النادي. انت حضرتك مسكت ودخلت الانتخابات عشان الكلام دوت، فمش من حق اي حد تاني انه يسمع الكلام ده. لا، الكلام ده بينكم وبين بعض في مجلس الاداره. الراجل قافل على الفرقه كويس، محدش بيطلع اخبار، مفيش ولا خبر بيطلع، مفيش اي حاجه بتطلع. يبقى الراجل شغال 10/10. الراجل كان اختياره خطأ في المدير الفني، عادي، ده المدير الفني عامل زي البطيخه، من الاخر يا تطلع حمرا يا تطلع بيضه. هو ده الراجل شغال 10/10. هيعمل ايه يعني؟ المدير الفني طلع كويس طلع وحش، ما في مدير فني انت ممكن تجيبه ما عادي ما يمشيش. زي الاهلي ما جاب كذا مدير فني مش حلو، مشاه. ريبيرو كان يعني اخرهم ريبيرو مش حلو، خلاص بيطلع زي البطيخه من الاخر. يا يمشي مع اللعيبه، وده مش عيب في المدير الفني، ممكن يكون هو مش ماشي خلاص مع اللعيبه هنا. زي ما انت ممكن تجيب لعيب حلو قوي 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 ما يمشيش معاك، تجيب لعيب وحش قوي 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 تلاقيه هو اللي نجم معاك. فدي يعني نسبة وتناسب. لكن الراجل لا، شغال 10/10. كمان اصبروا عليه، لما يكون في فلوس هيجيب لك صفقتين 3 يشيلوا الدنيا كلها والنادي يبدأ ينافس. فانتوا لو مشيتوا الراجل ونهيتوا المشروع، او الراجل مشي ونهى المشروع، هيبقى العيب عندكم انتوا. هتبدأ بقى الأخبار تطلع تاني، وده راح فين وده جه منين وده اتعمل والعقود تطلع. ده مفيش ولا عقد في الزمالك طلع يا راجل. العقود كانت بتطلع كلها للإعلام. تقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش والله مين اللي كان ما والله ما نعرفش. طب مين من مصلحته يعمل كده؟ ما اعرفش. مع جون ادوارد كل حاجه مخفيه ومحدش يعرف عنها حاجه. فيا ريت تتمسكوا بالراجل ده وبمشروعه وتقدروه كويس وتقدروا كل كلمه قالها للناس. سلام.